يا صباح الفل، ازيكم يا حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وهنا وسعادة. يلا فيديو جديد. هنعمل النهاردة محشي ورق عنب. تحفة تحفة بجد. وهنقول كمان كل أسراره وازاي تختاري ورق العنب. وهنقول كمان مكون جديد هيخلي ورق العنب بتاعك حكاية. بصوا بقى يا حبايب قلبي، صباع المحشي تحفة ازاي، وبيلمع وما بيشدش معانا خالص خالص، وطبعا الحشوة من جوه مستوية وطعمها خيال. يلا بينا نعمل لايك وشير وسبسكرايب ونفعل زر الجرس كمان قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا. ويلا بينا نشوف هنختار ازاي ورق العنب بتاعنا. في البداية كده عندي، علشان تختاري ورق العنب بتاعك كويس لازم تختاري الورقة تكون ورقة صغيرة كده بالشكل ده زي ما انت شايفة كده. ما تجيبيش الورق الكبير لانه بيبقى ناشف. الورقة الصغيرة دي بتبقى طرية، بتبقى جميلة قوي في الحشو. تختاري الورقة الناعمة اللي لونها فاتح كده، وكمان لازم تشميها. تجيبي ورقة كده وتقطعي الورقة وتشميها كده، لقيت ريحتها ورق عنب يبقى كده تمام التمام، وعشرة على عشرة. امسكي بقى الورق بتاعك، اغسليه كويس قوي ورصيه كده فوق بعضه بالشكل ده زي ما انت شايفة. وخلي الناحية الخشنة فوق والناحية الناعمة تحت، وكده تمام التمام، احنا جاهزين. بعد كده هنحط كده المية على النار تغلي، والمية دي بقى هنحط فيها كده حوالي 3 معالق كبار من الزيت بالشكل ده. واحط فيها كمان معلقة صغيرة من الملح، ورشة صغيرة كده من الكمون. واول ما المية تغلي هبتدي انزل فيها ورق العنب بالشكل ده. هنزله رصة برصة بالشكل ده زي ما انتم شايفين، وهغطسه وهسيبها حوالي نص دقيقة. يعني هنزل ورق العنب بتاعي بالشكل ده وهسيبه في المية المغلية لمدة نص دقيقة. بمجرد ان اللون يتغير بقلب كده بقى للناحية التانية بالشكل ده زي ما انت شايفة. هبتدي اقلبه للناحية التانية. مش محتاجين نطول قوي على ورق العنب علشان ما يتهريش مننا. وبعد كده هبتدي ان انا ارفعه واحطه على صينية جنبي بالشكل ده زي ما انتم شايفين. الموضوع سهل جدا وبسيط. خلاص كده خلصنا. ويفضل ان الحلة بتاعتنا تكون صغيرة كده وملمومة علشان ورق العنب ما يفرطش مننا كده جواها، والرصة تفك مننا كده تمام. بحط كده الرصة التانية بالشكل ده زي ما انتم شايفين، وبغطسها ونص دقيقة بالظبط. واول ما لون ورق العنب بتاعي يتغير بقوم قلبها للناحية التانية، وبعد كده بقوم مخرجاها من المية. وطبعا هكمل ورق العنب اللي عندي كله بنفس الطريقة بالشكل ده زي ما انتم شايفين. واحنا كده خلاص خلصنا وجهزنا ورق العنب بتاعنا. شايفين ما شاء الله ورق العنب بتاعنا شكله حلو وجميل ازاي. الورقة جميلة قوي وبتلمع. ده من نقطتين الزيت اللي احنا حطيناهم في المية وهي بتغلي مخليه شكل الورقة شكلها جميل قوي. ويلا بقى بينا نعمل احلى واجمل خلطة للمحشي بتاعنا. اول حاجة عندي 3 كوبايات من الرز المغسول، وكمان عندي هنا 3 كوبايات من الصلصة من اللي احنا عملناها مع بعض قبل كده. عندي كمان كوباية من الخضرة، وكمان بصلتين كبار متقطعين صغير. والتوابل عندي ملح فلفل كمون 7 بهارات بابريكا. وانا طبعا هسيب لكم المقادير في صندوق الوصف عندي زي كل مرة. هجيب بقى البصل بتاعي اللي انا مقطعاه لقطع صغيرة. انا مقطعة بصلتين كبار، هحطهم كده في حاجة واسعة. وهجيب بقى التوابل بتاعتي، هحطها على البصل بالشكل ده. وهمسكهم بقى ادعكم مع بعض كويس جدا جدا بالشكل ده زي ما انتم شايفين تمام كده. وبعد كده انزلي بالرز المغسول، 3 كوبايات رز اللي احنا غسلناهم. وكمان هننزل بالصلصة. احنا طبعا هنعمل الخلطة دي كلها على البارد بما ان الصلصة عندنا متسبكة. فاكرين الصلصة اللي عملناها مع بعض في الفيديو اللي فات؟ هي دي الصلصة بتاعتنا. وهننزل كمان بالخضرة. وبعد كده قلبي كل ده مع بعض كويس جدا جدا. هقلب كله مع بعضه حلو قوي بالشكل ده. الخلطة دي بقى ميزتها وانت بتسوي المحشي، ريحتها هتفضل سهرة كده وهتجيب لاخر الشارع كده لغاية لما تخلصي المحشي بتاعك. شمري كده وقلبي بايديكي بالشكل ده علشان كله يختلط ببعضه كده. كده خلاص الخلطة بتاعتنا جاهزة وتحفة. هضيف عليها كده برضو شوية زيت كده على البارد، هيفرقوا جدا جدا معاها. بيخلوا المحشي بتاعنا بيلمع ومفلفل، وكل دي اسرار من اسرار محشي ورق العنب بتاعنا. والحلة بتاعتنا بقى نرفعها على النار عشان نسوي اللحمة. هنزل فيها بشوية من الزيت، وأول ما الزيت يسخن هنزل بالمستكة والحبهان ورق اللورة، وهديهم تقليبة خفيفة كده.
وأول ما أشم ريحتهم هنزل باللحمة بالشكل ده زي ما انتم شايفين، وهشوح اللحمة بتاعتي لغاية لما تاخد لون، وبعد كده هديها رشة كده من الفلفل الأسود، وبعدين هديها تقليبة حلوة كده في الزيت، وهنزل عليها بعد كده بالمية السخنة اللي بتغلي. وأول ما تغلي كده وتطلع ريم هشيل الريم بتاعها بالمعلقة بالشكل ده زي ما انتم شايفين، وهحط لها البصلاية بتاعتها واغطي عليها واسيبها لغاية لما تستوي معايا. واول ما اللحمة تستوي طبعا هظبط لها الملح بتاعها، وكده خلاص اللحمة بتاعتنا تمام. يلا بقى بينا نروح نحشي المحشي بتاعنا. تعالي بقى نحط الورق بتاعنا كده على صينية بالشكل ده، ونخلي الوش الخشن لفوق، واحط عليه الرز، وهبتدي ان انا اقفل الورق بتاعي بالشكل ده. طريقة سهلة جدا وبسيطة خالص بالشكل ده زي ما انت شايفة. هنقفل كده والجنبين ونلف. الطريقة دي سهلة لأي حد بيبتدي ان هو يعمل محشي ورق عنب. ونحط تاني الورق بتاعنا، نفرد الورق بتاعنا بالشكل ده، الوش الخشن لفوق والوش الناعم لتحت، ونحط كده كمية رز تكون قليلة بالشكل ده زي ما انت شايفة، ونقفل كده يمين وشمال ونضغط ونعمل رول بالشكل ده. الموضوع سهل يا بنات جدا وبسيط خالص خالص. تاني يا بنات هنفرد الورقة بتاعتنا بالشكل ده، ونحط كده كمية من الرز تكون قليلة، ونبتدي نقفل كده من الجزء اللي فوق كده بالشكل ده زي ما انت شايفة، وبعد كده بنقفل من الجنبين شمال ويمين ونعمل رول. مفيش أحلى ولا أسهل من كده. ايه الجمال ده! والريحة طبعا طالعة ما اقولكوش يعني يتاكل أكل. تعالوا بقى نشوف بقى طريقة تانية للحشو. هنجيب برضو على ايدينا بالشكل ده ونفرد الورقة زي ما انتم شايفين كده، وتخلي الوش الخشن فوق، ونقفل الورقة بنفس الشكل، بس بنضغط كده بصوابعنا ونقفل بالشكل ده زي ما انتم شايفين. تاني تاني، شايفين؟ اهم حاجة ان احنا نضغط بصوابعنا كده ونلف علشان يطلع الصباع محكم معانا بالشكل ده زي ما انت شايف. احلى صباع محشي ورق عنب. بنأكد الطريقة سهلة جدا وبسيطة ومفيش اسهل من كده. ونيجي بقى للحلة اللي احنا هنحط فيها المحشي بتاعنا. هجيب كده في الأول العيدان بتاعة الخضرة اللي أنا مقطعها كده، أنا مش برميها، هحطها في الحلة عندي كده من تحت بالشكل ده زي ما انت شايفة. وعندي هنا كمان شرايح من البصل وشرايح من الطماطم. كل الحاجات دي بتحمي المحشي بتاعنا عشان ما يتحرقش مننا لا قدر الله. هفرد البصل، شرايح البصل بالشكل ده، وهفرد كمان الطماطم. وكمان شرايح البصل والطماطم بتدي طعم حلو وريحة حلوة كده للمحشي بتاعنا. وبعد كده هنرص كده فوقهم اللحمة اللي استوت اهي، هنرص كده فوقيهم اللحمة. وتعالي بقى نرص صوابع المحشي الجميلة القمر بتاعتنا اللي احنا عملناها دي. طبعا احنا عملناها بطريقة كده متماسكة علشان اما نيجي كده نقلب الحلة بتاعتنا تتقلب معانا مظبوط، وهوريكم كده في اخر الفيديو الحلة اتقلبت معانا ازاي. اعملي كده رصة بالطول ورصة بالعرض علشان تبقى محكمة كده معاكي. رصينا الحلة بتاعتنا واخر جمال. وطبعا مش هقول لكم ان اللحمه بتاخد من طعم المحشي والمحشي بياخد من طعم اللحمه، وحاجه كده اخر جمال. مفيش احلى ولا اجمل من كده. رصينا الحله بتاعتنا بالشكل ده. وبعد كده هضيف عليهم عصير ليمونتين. وبعد كده هحط العقد بتاعك يبقى شوربه مغليه من بتاعه اللحمه. هحط الشوربه بتاعتي دي، طبعا شوربه بتغلي، هحطها كده بالراحه عشان المحشي ما يفكش مننا. كده تمام. وبعد كده هز الحلة بتاعتك كويس قوي، هزيها كويس قوي علشان الشوربة تتخلي للمحشي بتاعنا وتسويه. علشان الحركة دي من الحاجات اللي هتخلي المحشي معانا يستوي معانا مظبوط. وبعد كده حط كده شوية من الزيت كده على وش المحشي. شوية الزيت دول بيخلوا كده المحشي بتاعنا مفلفل وبيخليه فيه لمعة كده وبيبقى طعمه زي العسل. وبعد كده حط طبق كده على وش المحشي علشان اما المحشي يجي يغلي ما يفكش منك.
ورفعت المحشي بتاعي على النار، وأول ما المحشي يغلي كويس ويتشرب بعد كده هدي عليه النار تماما وسيبيه بقى يستوي براحته. كده خلاص أنا هدي عليه النار وهسيبه بقى يستوي براحته. ما شاء الله ما شاء الله، المحشي بتاعنا استوى يا جماعة، صدقوني جبار والريحة تحفة. شايفين ما شاء الله مفلفل ازاي ومستوي معانا، والرزية جميلة كده مفلفلة مش معجنة خالص. شايفة الجمال؟ مفيش أحلى ولا أجمل ولا أطعم من كده. شايفين الحلة القمر بتاعتنا بقى؟ شايفين الرصة بالطول مرة وبالعرض مرة علشان تنزل كده زي ما انتوا شايفين كده، ما تتحركش مننا لا شمال ولا يمين. شايفين الجمال؟ تحفة فنية فعلا بجد، وهمي لونه حلو جدا. ومن الحاجات اللي هتخلي المحشي يطلع لونه حلو معاكي ان انتي ما تكشفيش عليه الغطا كل شوية. هي مرة واحدة بس، اول ما المحشي يغلي تطمني عليه ان هو غلي وتشرب المية بتاعته، وبعد كده تغطي عليه تاني وتوطي عليه النار لغاية لما يستوي معاكي، علشان ما يتعرضش للهوا ويبتدي ان هو يسود معاكي. ونسيت اقولك يا حبيبة قلبي ان المحشي بتاعنا لازم يكون باين من الشوربة، لان طبعا في فراغ تحت كبير اللي هو اللحمة والخضار اللي احنا حاطينه تحت، وطبعا احنا عاملين حسابه تمام كده. فلازم يكون الشوربة تحت السطر الاخير من المحشي بتاعنا. المحشي 10 على 10 والطريقة 10 على 10. بس لو انتي لسه ما اشتركتيش عندي في القناة ادخلي بسرعة بسرعة عشان تشتركي وفعلي زر الجرس، وما تنسيش التعليق الحلو اللي زيك، وما تنسينيش برضو من دعائك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.